صفقه جديده بتقرب من الزمالك والزمالك بيتفاوض معاها بس مش هتيجي نادي الزمالك. ايه الكلام ده وايه اللي بيحصل؟ تعالى اما اقول لك وافهمك فيه ايه. مصطفى زيكو لاعب زد الزمالك دخل معاه في مفاوضات ورفع السعر جامد وعايز اللعيب باي طريقه، بس اللعيب مش هيجي نادي الزمالك في الاخر، انا بعرفك الدنيا كلها، واللعيب هيروح نادي بيراميدز، لان تقريبا والله اعلم نادي بيراميدز استلم الاستغنى بتاع اللاعب اصلا، واللعيب هيخلص في نادي بيراميدز. بس كل اللي الزمالك بيعمله هو داخل يعند في الصفقه مش اكتر. وهنا نادي الزمالك مش غلطان، زي ما نادي بيراميدز عمل معاك في صفقه عدي الدباغ ومحمد اسماعيل، ودخلوا اتفاوضوا وعلوا في الصفقه عشان الصفقتين تعلى والكلام ده كله، والاثنين في الاخر اختاروا الزمالك سواء محمد اسماعيل او عدي الدباغ. فبيراميدز كان داخل يبوظ لك الصفقتين بمعنى اصح، انت داخل بترد النادي بيراميدز نفس الحركه وبتبوظ الصفقه بتاعت زيكو، مع العلم ان النادي بيراميدز عشان يسهل الصفقه طلع محمود صابر ويوسف اسامه نبيه لزد عشان يخلصوا الصفقه ويسهلوا الدنيا في انتقال زيكو لنادي بيراميدز. فبمعنى اصح كل حاجه خلصانه، بس ممكن تبوظ بسبب الزمالك، ردا للحركه اللي بيراميدز عملها في عدي الدباغ ومحمد اسماعيل. حركه جامده جدا وصايعه جدا من جون ادوارد، سواء بوظت الصفقه سواء ربنا كرم وجبت اللعيب، وده مستحيل، انا شايفه بالنسبه لي صعب، مش هقول مستحيل، انا شايفه صعب. سواء ايا كان، يعني انت داخل عليت الصفقه على بيراميدز برضو، انت كان نجحت في الموضوع. فبالتوفيق لجون ادوارد، وكلنا معاك وفي ظهرك، وباذن الله هتبني لنا في سكواد محترم يليق بنادي الزمالك، فكلنا معاك وبندعمك ومعاك للاخر يا جون. وبس كده، سلام.